أنا إبراهيم أحمد محمد، أخو جهاد أحمد محمد متولي الخياط. أعرفكم بيها يعني. جهاد عندها 18 سنة، من مواليد 18/11 1995. جهاد اعتقلت يوم وهي بتدرس في كلية الأزهر دراسات إسلامية، وهي اعتقلت وهي في الفرقة الأولى. يعني عاوز أوصل مجموعة رسائل بقى. يعني المجلس القومي لحقوق الإنسان، فين الحريات؟ ها؟ فين الحريات؟ عبد الغفار شكر اللي قعدوا سنة كاملة، وأستاذ جورج إسحاق، وأستاذ إبراهيم سيادة، وجمال الهلباوي عرفونا سنة كاملة الحريات 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 لحد ما صدقناهم إن في حريات، وإنه ممكن تكون البلد فيها حريات. فين الحريات يا أساتذة؟ فين الحريات؟ سنة كاملة ولا من سنتين قعدتوا تقولوا حريات حريات لما ما حسينا إن إحنا بني آدمين فعلا ممكن يبقى عندنا حريات. فين بقى الحريات؟ الحريات في اللي حصل اللي جد؟ فين مجلس حقوق المرأة؟ ميرفت التلاوي، أستاذة ميرفت التلاوي يعني اللي حضرتك قعدت سنة كاملة ولا سنتين تتكلم عن حرية المرأة وحرية المرأة ومش حرية المرأة. طب حضرتك، أنا أختي إيه اللي حصل فيها النهاردة ده؟ لو مش مصدقاني حضرتك تعالي اتفضلي معايا، روحي هناك تشوفيها. ده حضرتك عاوزين يعملوا لها عملية بكرة بالعافية. يعني فين الحرية بتاعت المرأة؟ حرية المرأة اللي بيحصل لها في السجن، ولا حرية المرأة انها تتسجن اصلا؟ يا ريت يا جدعان تهتموا شوية، يا ريت تهتموا شوية وتحاولوا تفوقوا من الغيبوبة اللي حضراتكم فيها دي. وفين حزب النور؟ ها؟ حزب النور، نادر بكار، ياسر برهامي. ايه يا جماعة؟ دي مش مرأة برضه ولا ايه؟ والشريعة ايه يا جدعان؟ هو ولا هو انتوا خليتوها شعب وشعب فعلا ولا ايه؟ ولا احنا عاوزين نفهم. انا عاوز افهم ايه اللي بيحصل في اختي ده. انت قلت يا استاذ نادر بكار احنا بنخاف على البنات المصرية، خايفين على البنات حضرتك انا اختي بنت. ياسر برهامي. يا جماعة هو انتوا طلعتوا قعدتوا تكدبوا علينا سنة كاملة، قعدتوا تكدبوا علينا ونصدقكوا، وفي الاخر تخلوا بينا احنا عشان احنا اللي كنا معاكم وصدقناكم وبتخلوا بينا. الله ونعم الوكيل فيكوا كلكم.